ازيكم؟ انا حرفيا جايه من السرير من النوم على الفيديو ده على طول، لان بجد I'm so excited للفيديو ده، لان فعلا انا خلاص اكتشفت الطريقه اللي هتخلينا كلنا نذاكر، لان احنا فعلا هنجبر نفسنا ان احنا نذاكر. ازاي؟ تعالي اقول لكم ازاي. ولكن الاول انتوا عارفين طبعا بما ان انا في الاوضه دي، يبقى انا زي مزنوقه زنقه الكلاب ولازم اذاكر. فتعالوا اقول لكم ايه الطريقه اللي انا اكتشفتها علشان نجبر نفسنا ان احنا نذاكر مع بعض. اولا هو هيبقى عباره عن تشالنج، تحدي، وده اليوم الاول في التحدي، وان شاء الله احاول ان انا انزل لكم يوميا لحد يوم الامتحانات، لان بجد الطريقه دي هتحفزني وكمان هتحفزكم معايا ان احنا نذاكر. فان شاء الله هتكون عباره عن فلوجز، وهحاول ان انا انزلها يوميا. ولكن خلينا اشرح لكم دلوقتي التحدي عباره عن ايه. كل اللي احنا هنعمله ان احنا خلينا اشرح لكم كده التحدي عباره عن ايه. اول حاجه انت هتكون محضر الكرسي طبعا، ومحضر الترابيزه اللي انت هتذاكر عليها. والحاجه التانية انت هتحتاج موبايلين. الموبايل الاولاني هو اللي انت هتشغل فيه التايمر، وهتقدر تسند الموبايل باي حاجه، وبعد كده بتليفون تاني هتصور نفسك وانت بتذاكر. فانت هتكون بتذاكر هنا والتايمر كمان ظاهر هنا، تمام. وتقول لنا الوقت اللي انت هتبدا فيه المذاكره، وكمان الوقت اللي هتخلص فيه المذاكره، وكل ده هيكون بيتصور. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله انك لازم زي ما قلت لك تصور نفسك انت وبتذاكر بالتايمر، وبالوقت اللي بدأت بيه وبالوقت اللي خلصت فيه، وتبعت لي الفيديو على الانستجرام، وهنشوف مين اكتر واحد ذاكر اكتر عدد ساعات. فانا شايفه ان الصراحه الطريقه دي اي حد هيشترك معايا في التحدي ده. البيج بتاعتي على الانستجرام، لو اي حد عايز يروح يعمل لي فولو او عايز يشترك معانا في التحدي، بجد انا شايفه ان الطريقه دي هتخلينا كلنا مجبرين ان احنا نذاكر ونخلص كل اللي ورانا. اول ما خلاص يخش في اليوم الاول، يبقى معنى كده ان هو هيخش في كل الايام اللي جايه. يا رب نكمل في التحدي ده وكلنا نخلص المذاكره اللي ورانا، وبس كده. يلا نبدا الفيديو. بجد يا جماعه حاسه ان انا اتدبست. اعمل كده ازاي؟ مش عارفه هذاكر كل ده ازاي. ان شاء الله خير. يا جماعه انا فعلا عايزاكم تقيموني فعلا، يعني عايزه انكم تكونوا باصين على التايمر وباصين عليا، علشان لو استهبلت وعملت حاجه كده او كده تكونوا انتوا واخدين بالكم، علشان تقولوا لي ده، عشان تفكروني بده، عشان بجد الواحد بيتهرب باي حاجه. فحاولوا انكم تكونوا مركزين في الفيديو كويس جدا. وبس كده، يلا بقى عشان انا دلوقتي هبدا، وفعلا انا خايفه قوي، حاسه ان انا فعلا دبست نفسي في حاجه زي كده. يلا نشوف هيحصل ايه. طبعا انا هيبقى الفيديو طويل شويه، وخصوصا في الفترات اللي انا بذاكر فيها، لان حرفيا انا مش عارفه اعمل ايه في الحاجات دي، لاني لازم اصور لكم كل حاجه. يعني انا كل اللي قدرت ان انا اعمله هو ان انا سرعت الفيديو، لكن اكيد مش هقدر اقص منه اي حاجه خالص، علشان تبقوا متابعين التايمر، وكمان متابعيني انا وبذاكر، علشان يكون الموضوع بكل جدية وبكل صراحة، وان انا ما شلتش عليكم اي حاجة. يعني انا في الطبيعي لما بصور فلوجات زي كده باخد اجزاء بس من الفيديوهات اللي انا بصورها وبحطها، وبشيل الباقي علشان الفيديوز ما تكونش طويلة ومملة. لكن دلوقتي انا مش هعرف اعمل كده، لان ده التحدي. هو التحدي عبارة ان احنا بنصور نفسنا احنا وبنذاكر واحنا وحاطين التايمر قدامنا. فانا للاسف مش هقدر اشيل اي اجزاء منه، علشان انا عارفه ان في ناس هتيجي تقول لي الفيديوهات طويله، لان انا حرفيا كنت بقص كل حاجه في الفيديو، ما بخليش اي حاجه في الفيديو غير الحاجات بس المهمه، والناس بتقول لي الفيديوهات طويله وان انا بتكلم كتير، فما بالك بقى انا مجبره ان انا اخلي الفيديو طويل. فانا بجد ده انا مجبره عليه، يعني انا مش عايزه الفيديو يكون طويل كل ده، انا لو مكانكم اصلا حمل. ولكن زي ما قلت لكم ان لازم يكون الموضوع بكل honestly، او ان انا اكون صريحة جدا معاكم في اللي انا بعمله. بالنسبة للحاجة التانية بقى اللي انا عايزة اتكلم فيها، هو ان احنا عايزين نعمل التحدي بشكل معين، فاحنا مش عارفين بصراحة نعمل ايه. يعني هل نبدأ ان احنا نتابع مع بعض في التحدي الجروب اللي احنا عاملينه على التليجرام، ولا نتابع مع بعض التحدي على الانستجرام، نعمل جروب على الانستجرام، نعمل جروب على الفيسبوك؟
يعني قولولي ايه افضل طريقة احنا ممكن نتابع فيها التحدي ده مع بعض، لان انا برضو في بلاتفورمز او منصات للتواصل الاجتماعي انا مش عارفة عنها كتير. فممكن مثلا، مش عارفة الصراحة، لو مثلا عملت زي بوست على التليجرام مثلا ونزلته والناس كلها بدأت تشارك مثلا بالفيديوهات بتاعتها، فهل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا نعمل جروب على الفيسبوك وكل واحد ينزل الفيديو بتاعه؟ انتوا شايفين ايه افضل حاجة؟ يعني قولولي في التعليقات ايه افضل حاجة، وانا هكون متابعة معاكم علشان نبدأ نمشي في التحدي ده ونكون مظبطين كل حاجة. طبعا عشان ده اول فيديو فمفيش حاجات كتير هتبقى متظبطة، ولكن ان شاء الله بعد كده في الفيديوهات اللي بعد كده ممكن تجيلنا افكار اكتر ونطبقها، ويكون الموضوع اكتر فاعلية واكتر انتاجية. الفيديو ده انا مش يعني، انا ممكن كنت انزل الفيديو ده كتحدي ليا انا لوحدي وخلاص بقى واسيبكم كده، ولكن انا حسيت ان انا كمان عايزه اخليكم تشاركوا في التحدي ده، وخصوصا ان في ناس كتير جدا بتبعت لي وبتقول لي انا مش عارف او انا مش عارفه اذاكر، حاسه ان انا زهقانه، حاسه ان انا ملانه، مش قادره ان انا اخلص اللي ورايا. فما حبيتش ان انا اخلي التحدي ده لوحدي وان انا اخدكم معايا تشاركوا في التحدي. فقولوا لي ايه الافكار اللي احنا ممكن نظبطها علشان نعمل التحدي ده بافضل طريقه وبافضل شكل. حاجه تانية كمان عايزه اتكلم معاكم فيها وعايزه اخد رايكم فيها انا وبحط الفيديوهات دي. يعني انا ممكن مثلا اول فيديو بس هو اللي ينزل على اليوتيوب، وباقي الفيديوهات هنتابعها بقى مع بعض في الحاجه او في الموقع اللي احنا هنعمله او الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان اللي احنا هنعمله، هنتابع مع بعض فيه. ولكن دلوقتي بس هو الفيديو ده اللي هينزل على اليوتيوب. مش عارفه ايه اللي هيحصل بصراحه في الفترات اللي جايه، اصلا ممكن اوقف التحدي خالص لو ما لقيتش ان في تفاعل على التحدي، فهعمل التحدي لوحدي وهنزل بس ستوريز على الانستجرام. يعني تفاعلكم مع الفيديو وافكاركم اللي هتقولها لي هي اللي هتخليني استمر وهتحسسني ان انا فعلا عايزه اكمل في التحدي ده. لكن لو لقيت ان مفيش اصلا حد مهتم، الفيديو ما جابش مشاهدات كتير، ففي الحاله دي انا محتاجه ان انا اعمل التحدي ده حرفيا يعني. فانا هضطر ان انا اكمل التحدي ده لوحدي وهنزل بس، هكتفي بمجرد ان انا انزل ستوريز على الانستجرام. ولكن انا بتمنى يعني انكم فعلا تبقوا معايا ونعمل تحدي مع بعض عشان نشجع بعض. فبجد قولوا لي كل افكاركم ومحدش يطنش. ذاكرت حوالي ساعتين ودقيقة، ودلوقتي هروح اخد راحة لان فعلا جه وقت الغدا، وهتغدى وارجع اكمل مرة تانية. بس يعني حاليا دلوقتي الساعة 1، ودلوقتي النور قاطع للأسف، حتى اللابتوب قرب يفصل شحن. فبتمنى ان انا ارجع مذاكرة على طول بعد الغدا، ولكن مش عارفة الصراحة ايه اللي ممكن يحصل. ولكن عايزة احاول ان انا اكسرها واخليها 4 ساعات، يعني هحاول ان انا افضل اذاكر لحد 4 ساعات. هرجع لكم بعد البريك. هنبدأ الراوند التاني. دلوقتي الساعة 3، يعني اخدت حوالي ساعة راحة حاجة زي كده، مش فاكرة. فهنبدأ الراوند التاني ونشوف هنخلص فيه قد ايه وهنخلص الساعة كام. فيلا نبدأ. وكمان في حاجة تانية، انا يعني حتى لو بدأت ان انا انزل الفيديوهات كلها على اليوتيوب في الفترات اللي انا هذاكر فيها، اكيد دي مش كلها هفضل ارد فيها يعني اللي انا وعمالة اذاكر كده، يعني انا مش هلاقي كلام اصلا اتكلم معاكم فيه. ففي الفترات اللي انا ما بين اللي هي الفلوجز وكده، اللي هي الحتة اللي انا بذاكر فيها اللي هي ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة دي بقى احط بدلها ايه؟ يعني انا مثلا لو حطيت موسيقى، في ناس هتيجي تقول لي الموسيقى حرام، فانا مش عايزه اشيل الصراحه ذنوب حد. ولو جيت حطيت مثلا، ناس تقول لي حطي قران، طب انا لو حطيت قران الفيديو هيجي عليه كوبي رايت، هيجي عليه حقوق طبع ونشر، لان اغلب الصور القرآنية بتبقى فيها حقوق طبع ونشر. ففي الحالة دي انا هيتوقف، ممكن يتوقف الفيديو بتاعي خالص، او ممكن يحصل ان الارباح بتاعت الفيديو ده تقف. يعني مش هيكون في حد مننا مستفاد، وخصوصا ان اغلب الحاجات القرآن وكده بيكون عليها حقوق طبع ونشر. ولو جيت قلت احط مثلا فيديوهات حاجات، طب مثلا صوت، فحسيت انها برضو مش حاجة عملية قوي. فمش عارفة يعني، اكيد انا مش هرد معاكم كل ده، هرد معاكم في ايه؟ مفيش حاجة ارد فيها. فاحنا ممكن مثلا نعمل ان احنا كل فيديو هنتكلم في موضوع معين. برضو مش عارفة، ممكن افكر في الموضوع ده، ولكن ده هيحتاج مني شوية محتوى وشوية ان انا اكتب سكريبت وكده، وانا الصراحة الفترة دي مشغولة جدا في كذا حاجة.
وده السبب الاكبر، بسبب ان انا منزلش فيديوهات الفتره دي. انا اسفه والله، ولكن فعلا غصب عني. ولكن انا هحاول ان انا انزل فيديوهات خلال الفترات اللي جايه ليها علاقه بالدراسه، بما ان الامتحانات قربت تيجي، فالمحتوى الفتره اللي جايه هيكون دراسه. هنعمل بقى تحديات او فلوجات، اشياء من هذا القبيل وبس. اي حد هيشارك تحت، اي حد هيشارك في التحديات دي، يا ريت يكتب اسمه تحت ويقول انا هشارك، ويبعت لي رساله على الانستجرام علشان نشوف هنعمل ايه خلال الفترات اللي جايه. لو انا مثلا هحطكم في جروب، او هحط مثلا لينك التليجرام تحت، اي حد عايز يشارك في التحدي يدخل على جروب التليجرام. فيعني انا لغايه بكره ممكن بدات ان انا اكون فكرت في الموضوع اكتر، ولكن اهم حاجه طبعا انكم تعملوا فولو على الانستجرام، علشان هو اللي هيكون فيه كل حاجه هتنزل خلال الفترات اللي جايه. وزي ما قلنا التحدي عباره عن ايه، انا مش عارفه. يعني احنا ممكن مثلا نعمله لمده اسبوع، ولا نعمله لغايه فتره الامتحانات، ولا نعمله يومين مثلا في الاسبوع، يكون جمعه وسبت اللي هي فترات الاجازه، فاحنا نحاول ان احنا نستغل اليومين دول. انا هفكر شويه في الموضوع، ولكن انا نزلت الفيديو ده كاعلان كده على ان انا هعمل حاجه زي كده. لو لقيت الناس بدات انها تعمل انجيجمنت على الموضوع، وبدات انها تتفاعل معاه، وحسيت ان فعلا الناس مهتمه، ففي الحاله دي هبدا انزل كل حاجه تخص التحدي، وهفكر لكم في كل حاجة، وهنعمل الجدول مع بعض، وهنعمل كل حاجة ليها علاقة بالتحدي ده، بحيث ان اي حد عايز يشارك. بصوا انا بذاكر ليه، ووصلت لصفحة 92 من 187 سلايد. بجد دماغي خلاص اتقفلت، دماغي خلاص. دلوقتي الساعة الذين كفروا سواء عليهم هعمله دلوقتي هو ان انا هروح عشان اخد شاور، وعلشان بعد كده هنزل شغل، علشان هروح شفت في العيادة. مش عارفة لو هتفضل معايا ولا لأ، بس بجد. واللي انا هعمله هناك علشان ممكن تكون قاعدة فاضية ولا حاجة، هفضل اراجع من الحاجات اللي انا اوريدي كتبتها علشان اراجع منها. مش عارفه، الواحد حاسس ان خلاص دماغه قفلت خالص، مش قادر ان هو يستوعب اكتر من كده، فعشان كده هوقف. فبس لو قدرت ان انا اكمل بعد خلاص شفت، ففي الحاله دي هيكون حلو قوي. المهم دلوقتي ان انا طبعا يعتبر عملت الاول يوم في التحدي، واللي انا خلصته علشان بس تكونوا عارفين كل حاجة، ان انا بدأت مذاكرة من اول الساعة تقريبا 11 او 12. هكتب الوقت اللي بدأت فيه هنا والوقت اللي خلصت فيه هنا، وخلصت فيهم حوالي محاضرة ونص. محاضرة كانت حاجة و90 سلايد، ومحاضرة التانية كانت 187 سلايد. فمش عارفة انتوا شايفين هل انا انجزت ولا ما انجزتش، ولكن انا كشخص في الطبيعي لا، فانا انجزت، لان انا اصلا ما بذاكرش كل الوقت ده، وكمان ما بخلصش كل الكمية دي من السلايدات في نفس اليوم، وكنت دايما بكسل وما بقدرش اكمل اصلا. ولكن علشان التحدي ده انا عملته علشان يحفزني ويحفزكم انكم تذاكروا اكتر. فعايزه كل الناس اللي هتشارك معايا على في التحدي ده تبعت لي على الانستجرام وتقول لي ان انا هشارك في التحدي، وتبعت لي كل يوم الفيديو بتاعها هي وبتذاكر. هنعمل زي ما قلت لكم بنفس الطريقه، هو عن طريق ان احنا هنشغل التايمر وهنصور نفسنا واحنا بنذاكر مع التايمر علشان نعرف احنا ذاكرنا قد ايه، وهنشوف مين اكتر واحد قدر ان هو يذاكر اكتر ساعات. ولو قدرت ان انا مثلا اعمل هدية للشخص اللي هيذاكر اكتر ساعات، اكيد مش هتأخر واعمل كده. ان شاء الله دي الحلقة الاولى. بكرة لو قدرت كمان هصور لكم تاني، وهنزل بعد بكرة، وهكذا بقى هفضل انزل لكم كل يوم حسيت ان انا انجزت فيه وخلصت فيه فعلا. وانتوا كمان ابعتولي على الانستجرام، وهي دي البيج بتاعتي على الانستجرام، روحوا ابعتولي رسائل هناك واعملوا لي فولو، علشان برضو هنزل ستوريز واتابع معاكم فيها باللي انا بوصل له. فبس تقريبا هي دي كل حاجة كنت عايزة اقولها في الفيديو، مش عارفة، بس كده.